السلام عليكم. طبعًا أنا باعتذر جدًا عن التأخير في القناة دي، أنا عارف إن أنتم زعلانين منّي ومعظمكم خرج من القناة ومش مشترك أصلًا، بس أنا ليّا ظروفي يعني، لإن أنا حصلت تغيُّرات كتير جدًا في حياتي اللي فاتت. المهم خلّينا ندخل في القصة على طول، هاوعدكم بحاجات كويسة جدًا اليومين الجايين، تمام؟ نرجع لميعادنا تاني يوم الجمعة بالليل ويوم الإتنين، ماشي؟ جهّز المشروب بتاعك ويالّا بينا. متعودين كل صيف أنا وأهلي يعني، أنا وأبويا وأمي وأخواتي نروح لشاليه كده نقضّي فيه الصيف، مش نقضّيه يعني نقعد فيه 10 أيام، 12 يوم، كان زمان بقى ما فيش الفنادق والحاجات الموجودة دلوقتي دي. المهم كان الشاليه ده في إسكندرية، وكان في المنطقة اللي هي بتاعة الساحل الشمالي. منطقة الساحل الشمالي دي كانت لسه ما فيش خالص، يعني يمكن قريتين أو 3 على الطريق، لكن الباقي كله فاضي وصحرا. وكان في ناس كده عندها مجموعة شاليهات، ده كان في وسطهم الشاليه اللي إحنا بنروحه ده. كان شاليه جميل كده وقدّام البحر على طول مباشرةً، حاجة حلوة جدًا يعني. المهم جهّزنا الشنط بتاعتنا ورُحنا على الطريق. إحنا دايمًا كُنّا بنسافر بالليل، يعني أنا والدي كان بيحب دايمًا السواقة بالليل، مش عارف ليه. كان معانا عربية صغيّرة كده قديمة، فبنمشي براحتنا بقى، نتحرّك مثلًا من البيت الساعة 20:00 نمشي بقى براحتنا بقى. والطريق طبعًا زمان كان غير دلوقتي خالص، طريق مصر إسكندرية، ناخد وقت طويل جدًا عقبال ما نوصل، يعني ممكن نوصل الشاليه مثلًا الساعة 02:00 و03:00 وممكن 4:00 كمان. بس كان في متعة جميلة في الرحلة دي. المهم في الليلة دي وصلنا الشاليه الساعة 02:30 أو 03:00 لأن والدي ما وقفش غير مرة واحدة بس في الطريق، ومعظمنا كنا تعبانين وعايزين ننام. حطينا الشنط بتاعتنا ودخلنا نمنا. طبعا الشاليه كان متنضف قبل ما نيجي، ولكن كان الباب بتاعه فيه مشكلة، كل ما نقفله يتفتح تاني. باب الشاليه، طبعا باب الشاليه كأنه باب شقة بالظبط، بس يعني باب شقة بسيط شوية، يعني قفل كده صغير ومن جوه ترباس. انا والدي متعود دايما في بيتنا ان هو قبل ما ننام بالليل يقفل ترباس الشقه. راح قفل الترباس وكلنا دخلنا نمنا. بعد ربع ساعه كده او تلت ساعه انا حسيت ان في حركه في الصاله برضه. لما قمت لقيت والدي واقف بيفتح التلاجة وبيشرب منها ميه، فسالته: ايه يا بابا انت صاحي ليه دلوقتي؟ ملحقناش ننام، ده الساعه 5. فبص لي كده وما ردش عليا، استغربت جدا. المهم رحت داخل الحمام وراجع نايم تاني. لما قمت الصبح بنفطر قلت له: يا بابا انت ايه اللي قومك بالليل؟ انا لقيتك بتشرب ميه كده وبعدين ما دخلتش نمت على طول، سمعت حركتك بالليل في الصاله يعني. فبص لي كده قال لي: يا ابني انا نايم طول الليل ما قمتش خالص. قلت له: ازاي ده انا شفتك وقلت لك انت ليه حتى صاحي دلوقتي، وانت بصيت لي كده وشفتني وانا بكلمك يعني. لقيته بيضحك كده ويقول لي: يا ابني بطل الحاجات اللي انت بتشربها دي، انا نايم طول الليل ما قمتش خالص، انا ما حسيتش بنفسي غير لما قمت الصبح. فانا قلت يمكن بيتهيأ لي او بحلم وكده. المهم رحت واخد اخواتي وطالعين على البحر، لبسنا بقى المايوهات ونزلنا بقى نبلبط في المية. وكان زمان بقى الساحل الشمالي ده فاضي، مفيش حد خالص. أنا بكلمكم على سنة 1995، يعني زمان جدا، ما تلاقيش حد خالص. وكمان بتلاقي الشاليهات بعيدة عن بعضيها، بحيث ان انت لو قاعد ما تشوفش الشاليه اللي جنبك خالص. الشاليهات بعيدة جدا عن بعضيها، وشاليهات كده في الطل كده من غير بقى كومباوندات او من غير قرى مقفولة او الكلام ده، لان كانت بتبقى اسعارها حلوة جدا يعني. فانا كان والدي دايما بياخد حاجة زي كده علشان نقدر نقعد اكتر عدد من الايام. كنا بنقعد 10 ايام 12 يوم وساعات نمد ونقعد 15 يوم، كانت بتبقى اجازة حلوة يعني. وبحر الساحل طبعا كلكم عارفين، وبحر جميل جدا. المهم خلصنا ورجعنا على الغدا. أمي كانت محضرة لنا بقى الأكل بقى، والفراخ والرز والملوخية. طبعا زمان ما كانش فيه بقى الحاجات بتاع دلوقتي، المطاعم والكلام الفارغ ده. كان زمان الست تاخد معاها الحاجة أو المؤون اللي هتعمل بيه الأكل في المكان. المهم إن إحنا رجعنا من البحر وقعدنا ناكل، وبعد ما خلصنا أكل كل واحد فينا دخل ينام له شوية كده، أنا وإخواتي. والدي كان قاعد بره في الشاليه عمال يقرأ الجورنان، والحياة حلوة جدا يعني، لحد ما الليل جه وطلعنا كلنا بقى نتمشى على البحر. وقبل ما نطلع رحنا قافلين باب الشقة اللي هو الشاليه، واتحركنا على البحر كلنا، خدنا معانا الشاي بتاعنا والترمس والحاجات دي، ورحنا رايحين على البحر قاعدين هناك وقعدنا نهزر ونضحك. خلصنا الكلام ده كده على الساعة 11 أو 12 بالليل. رجعنا الشاليه هنا الباب مفتوح. طبعا احنا كنا قافلينه، يعني شادين الباب كده بس مش قافلينه بقفل ولا بمفتاح ولا كده. بس هو الباب ده كان فيه مشكلة، يعني زي ما تقول كده القفل بيقفل على الفاضي، كأن مفيش قفل أصلا. حاولنا نصلحه بكل الطرق مفيش فايدة. الغريبة بقى لما حاولنا نقفله بالليل ووالدي حاول يقفل كده الترباس زي ما هو متعود، لقى إن الترباس مش في مكانه،
يعني المكان اللي بيركب فيه الترباس مختلف جدا عن الفتحة اللي بيركب فيها الترباس، كأن حد فكها ورحلها فوق. طبعا استغربنا كلنا. الحركة دي لازم تحصل، يا إما الباب يعني يترحل من مكانه، يا إما حد يفك الترباس ويركبه تاني. المهم راح والدي عمل فكرة كده، جاب مسمار وراح دقه في الباب وقال الصبح نبقى نفتحه. ودخلنا نمنا على كده. وأنا نايم بالليل في الليلة دي بفتح عيني كده لقيت الدنيا ضلمة كحل، ولا الأباجورة اللي جنبي منورة ولا نور الحمام منور، والدنيا كحل. حتى ببص على الشباك اللي جنبي لقيت الدنيا ضلمة عتمة، فكنت عايز أروح الحمام. فقمت طبعا في الضلمة دي، ما كانش فيه بقى لا موبايلات ولا بطاريات، يعني هتمشي في الضلمة هتمشي في الضلمة. المهم رحت ناحية الحمام، وأول ما قربت عند الباب حسيت إن أنا خبطت في كتف حد كده، فقلت مين؟ فما ردش عليا، بس إيه سمعت صوت نفسه، يعني كأن حد من اللي معانا في البيت بيتحرك في المكان. فقعدت أقول مين؟ محدش رد. رحت محسس كده وداخل الحمام، خلصت نفسي ورحت راجع تاني. وأنا قاعد في السرير برغم إن الدنيا عتمة وضلمة حسيت إن في حد عدى من قدام باب الأوضة، والحد ده كان جسمه ضخم جدا، مش زي أي جسم من الناس اللي معانا، ولا أخويا الصغير ولا أخويا الكبير ولا أمي ولا أبويا. طبعا أنا اتخضيت، افتكرته حرامي أو كده، بس ما قدرتش أتكلم لأن الدنيا كانت ضلمة. اترعبت جدا ورحت مغطي وشي بالغطا ونايم. المهم الصبح طلع وقمنا على الفطار. أنا ما رضيتش أقول لهم خالص على اللي حصل ده، بصراحة خفت يقولوا عليا إن أنا بخرف، وكمان ما رضيتش أقول لا يخافوا. بس أخويا الصغير اضطريت إن أنا أحكي له، لأنه قال لي حاجة غريبة جدا. قال لي إن وإحنا نايمين بالليل، إحنا نايمين في أوضة واحدة فيها 3 سراير، سرير كبير وسرير صغير. السرير الكبير ده كان نايم عليه أخويا الكبير وأخويا الصغير، وأنا نايم على السرير الصغير ده. أخويا الصغير بيقول لي إن أنا كنت بالليل صاحي وبنده عليه، وكل ما هو يرد عليا يقوم يلاقيني نايم. كل شوية أنده عليه. هو بيقول لي إن هو اتجنن في الليلة دي. طبعا أخويا كان صغير ساعتها، كان عنده 11 سنة أو 12 سنة، فهو افتكرني بهزر معاه لأن الصوت كان واضح جدا. بيقول لي إن هو كان بيبقى نايم كده بيسمع الصوت كأن حد بيكلمه في ودانه، يقوم يلاقيني نايم ومفيش أي حاجة. فأنا بقى بدأت من هنا أحس إن المكان ده في حاجة مش مظبوطة، بس ما رضيتش أقول ولا رضيت أخوفه. المهم خدنا حاجتنا وطلعنا على البحر، بلبطنا البلبيطة بتاعتنا ورجعنا على الغدا. لقيت أمي بتقول لي وإحنا بنتغدى، بتقول لي يا محمد لو سمحت لما تقوم بالليل ما تقعدش تغني وانت ماشي. قلت لها يا ماما انا ما قمتش اصلا بالليل وهغني بالليل ليه يعني؟ قالت لي ده انت كنت عامل ازعاج غير عادي. قلت لها لا لا ما حصلش الكلام ده انا كنت نايم طول الليل. قالت لي خد بالك بس عشان انت ازعجتنا بالليل امبارح وابوك كان هيقوم يزعلك. المهم خلصنا الغدا، والشاليه كان فيه تلفزيون كده بيجيب القناه الاولى. قعدنا نتفرج على القناه الاولى، كان فيها برامج وحاجات كده، قعدنا نتسلى كلنا ونتفرج، وكان فيها فيلم تقريبا يعني مش فاكر ولا إيه. بس التلفزيون ده كان فيه عيب رخم جدا، كان زرار الصوت بتاعه لو لمسته كده يعلى على الآخر، ولو حاولت توطيه الصوت بيختفي خالص. فكان بيحتاج كده ان انت تسايسه، تعمل كده تقعد تلعب فيه كده لحد ما الصوت يظبط. المهم ان احنا توصلنا ان احنا نثبته على علو معين وخلاص، ما نلمسش بقى الزرار بتاع الفوليوم ده تاني، ونقعد نتفرج بقى على كده. المهم بعد ما خلص الفيلم رحنا واخدين بعضينا بقى، كانت الساعة 5، رحنا واخدين بعضينا وقلنا نطلع نقعد على البحر بقى لحد بالليل زي ما بنعمل. امي كانت عامله لنا ترمس وفشار والشاي طبعا المتين اللي في الترمس، ورحنا قاعدين على البحر. ووالدي بقى قاعد يحكي لنا بقى على الذكريات بتاعته بقى في المدارس، عشان انا والدي كان مدير مدرسه. قاعد يحكي لنا بقى على الذكريات بتاعته بقى، والطلبه كانت بتعمل معاه ايه وهو كان بيتعامل معاهم ازاي. وفي مره كان في طلبه عايزين يتخانقوا معاه ووقفوا له بره المدرسه عايزين يضربوه، حكايات بقى زي دي. قعدنا بقى نرغي ونهزر لحد الساعه 11 بالليل، لحد ما كلنا تعبنا وقلنا يلا نرجع ننام عشان نقوم الصبح من بدري نلحق الجو. لما رجعنا لقينا الباب مقفول ومش عايز يتفتح، مفيش. نحط المفتاح مش راضي يدخل في الفتحة، نحاول نفتح الباب مفيش. بس طبعا الشاليه عشان على الأرض فاحنا قدرنا اننا ندخل من الشبابيك. راح أحمد أخويا الكبير راح داخل من الشباك، ولما دخل جوه اتفاجئ بحاجة غريبة جدا. اتفاجئ إن الترباس مخلوع من مكانه والباب مقفول من غير أي حاجة. قعدنا بعديها نحاول نفتح الباب لحد ما عرفنا إن احنا إيه نفتحه بس بالقوة يعني. وقعدنا نبص على الحلق بتاع الباب يكون في حاجة مزنوقة، في حاجة سدت الباب خلته يقفل. حاجة غريبة جدا. الغريب أكتر إن الترباس كان موجود في مكانه. طبعا والدي قعد يقول لأخويا الكبير أمال أنت قلت ليه إن الترباس مش موجود؟ ما هو الترباس موجود في مكانه أهو، والمسمار اللي إحنا داقينه أهو. طبعا أخويا الكبير ما كانش مصدق، قال لهم والله الترباس ما كان موجود كله. فوالدتي قالت له يمكن أنت مش شايفه بس عشان في الضلمة. قال لها لا 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 أنا متأكد.
أنا متأكد إن الترباس ما كانش موجود. المهم رُحنا داخلين وكل واحد دخل على أوضته. الليلة دي بقى كانت ليلة غريبة جدًا، لإن وإحنا نايمين كل شوية كان التلفزيون يشتغل لوحده، ويشتغل بصوت عالي جدًا، مع إننا ضابطين الزرار على الصوت، بس هو كان كل شوية يشتغل وصوت عالي جدًا، كلنا نقوم مفزوعين. هو التلفزيون ده كان فيه مشكلة إنك لو شِلت الفيشة اللي في الحيطة ملخلخة خالص، فأنت لو جيت تركبها تاني بتقعد تتعذب عشان تركبها، فإحنا ما كناش بنشيل الفيشة، فوالدي طفى التلفزيون عادي. شوية كده وإحنا نايمين التلفزيون اشتغل تاني بصوت عالي جدًا، راح والدي طلع على الصالة، كلنا قُمنا طبعًا لإن كان صوته عالي بطريقة غير عادية، حتى صوته عالي أكتر من أي مرة سمعناه فيها. راح طافي التلفزيون تاني، وفضل قاعد شوية في الصالة كده لما يشوف إيه الحكاية. التلفزيون فضل مطفي شوية كده وراح داخل الأوضة ونام، وبعد ربع ساعة بالضبط كده التلفزيون اشتغل على العالي. راح شادد الفيشة وقال خلاص عشان نعرف ننام. المهم دخلنا نمنا بعد كده، وبعد ساعة كده يعني على الساعة 4 الفجر كده التلفزيون اشتغل بصوت عالي جدا. المشكلة في الوقت ده إن هو ما كانش بيشتغل بيجيب قناة، لا ده بيجيب صوت الوش اللي هو بتاع القنوات لما بتخلص بتاع زمان ده، لو الناس عارفاه اللي هم من المواليد القديمة. كان التلفزيون زمان الساعة 11 بالليل يطفي، ما يشتغلش غير الساعة 8 الصبح أو 9، وفي بقى وش أو صوت كده إيه رهيب لا يمكن حد يحتمل. والدي لما قام طبعا هو متأكد إنه شال الفيشة، لقى الفيشة راكبة، فراح مزعق فينا كلنا: مين اللي ركب الفيشة؟ مين اللي ركب الفيشة؟ طبعا كلنا نايمين ومحدش عمل حاجة زي كده، حتى لو حد عمل ما هيقول إنه عمل وهيعمل كده ليه أصلا يعني. فضلنا بقى في الليلة دي مستغربين جدا. أنا بقى من جوايا عرفت إن المكان ده فيه حاجة، لأني كنت بشوف حاجات كتير في حياتي خلتني أعرف الأماكن النظيفة من الأماكن اللي فيها الحاجات دي. ما حبيتش أقول خالص، بس بدأت بقى إيه أصحصح لكل حركة بتحصل. قلت لو حاجة تانية حصلت هقول لهم، مش هيهمني. المهم والدي راح شال الفيشة ودخلنا نمنا كلنا وما حصلش حاجة بعد كده. وقمنا الصبح تاني يوم كالعادة. هو أصل المصايف دي الروتين بتاعها بتاع زمان معروف، بحر وأكل ونوم وخروج، مفيش حاجة تانية. مفيش بقى زي دلوقتي سينمات، مطاعم، حفلات، مفيش الكلام ده. احنا لما بنروح البحر والدتي كانت بتيجي معانا تقعد معانا ساعتين وبعدين تقوم راجعة البيت تاني. المهم ان احنا اول ما بدأنا البلبطة بتاعتنا انا حسيت اني عايز اروح الحمام، وانا بصراحة يعني مش بحب اعمل حمام في البحر. رحت واخد بعضي ورايح على الشاليه، لقيت الباب مفتوح، مع اني توقعت ان الاقي الباب مقفول لاني خلاص بقيت محرص بقى من المكان ده ان في حاجه. دخلت عادي، رحت الحمام، وانا طالع من الحمام حسيت ان في حد ماشي ورايا لدرجه ان انا خفت ابص اصلا. رحت واخد بعضي وجاري بره البيت على طول. لما طلعت بره البيت قعدت ابص من الشبابيك ما لقيتش حاجه، بس لقيت باب الحمام من جوه عمال ايه زي ما يكون هوا بيحركه كده، مع اننا قافلين الشقه كلها، زي ما يكون هوا بيحركه كده لحد ما راح اترزع واتقفل مره واحده. رحت واخد بعضي ورايح على البحر على طول. كان على لساني ان انا احكي لهم كل اللي بيحصل ده، بس خفت جدا. كلهم كانوا في البحر ووالدتي كانت قاعده تقرا في كتاب كده، واخويا الكبير قاعد بيلعب في الرمله. قلت له بقول لك ايه، انا عايز احكي لك على حاجه. ورحت احكي له على اللي حصل. لقيته بص لي كده واستغرب وقال لي تصدق ان انا برضه امبارح حسيت ان في حد معدي جنبي وانا رايح الحمام؟ قال لي ده وانا بستحمى حسيت ان في حد بيمشي ايده على راسي. انا بعد ما قال لي الكلام ده اترعبت جدا، حسيت ان المكان ده مش طبيعي. انا كنت ساعات بشوف حاجات كده في حياتي بقول عادي مشي حالك، لكن لما يبقى في احداث كده بعينها، احداث بتحصل يعني حد بيتلمس بالايد، كرسي بيتحرك، صوت، ببقى عارف ان المكان ده في حاجه مؤذيه. المهم ان انا قلت له بلاش نحكي لحد عشان ما نخوفهمش، خلاص احنا كلها يومين وماشيين، خلينا نعدي اليومين دول على خير وبلاش نقول لهم بدل ما يقطعوا الاجازه ونمشي. فضحك كده قال لي يعني انت مش خايف؟ قلت له لا مش خايف، بس هخاف اكتر لو الاجازه باظت. راح ضحك كده وقال لي خلاص بلاش نقول لحد وهي كلها يومين وتعدي وربنا يستر. رجعنا البيت بعد البحر وعملنا الاكله التمام وقعدنا كلنا في البلكونه بتاعه الشاليه. لقيت والدي عمال يتكلم كده ويقول ايه، هو انتوا بالليل بتقوموا تقعدوا تجروا في الصاله ليه؟ كلنا بصينا له باستغراب كده، محدش فينا عمل كده. فاخويا الصغير قال له لا انا ما قمتش، واخويا الكبير قال له، لا انا ما قمتش انا كمان. فراح بص لي كده قال لي يبقى انت بقى. لا انا ما قمتش خالص. فبصينا كده احنا الثلاثه وقال لنا انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لكم انا شفتكم وانتوا بتجروا في الصاله بالليل. فوالدتي قعدت تضحك طبعا وحست ان الموضوع فيه تهريج كده، بس احنا وشنا كله ضرب الوان، انا واخويا الكبير يعني حسينا في حاجه مش مظبوطه. المهم خلصت القعده دي ورحنا خارجين شويه على البحر ورجعنا نمنا، ودي كانت اصعب ليله قضيناها. في الليله دي ما عرفتش انام خالص، لان كل شويه كان بيبقى فيه خبط على الحيطه اللي جنب الاوضه اللي انا نايم فيها، خبط رخم كده كأن حد بيغلس عليك.
خبط كده زي خبط رخم جدا كده ومش عايز يسكت. كل ما اقوم افتح الشباك واشوف فيه ايه ملاقيش حاجه، احاول انام واخش في النوم يرجع الخبط تاني. رحت واخد بعضي وطالع بره الشاليه عشان اشوف ايه الحكايه. ما لقيتش حاجه خالص. لفيت لفه كده مفيش اي حاجه، بس حسيت كده ان في حاجه زي قطه او كلب معديين من ورا البيت كده، يعني كان بيجري بطريقه غير عاديه زي الصاروخ. حاولت اجري وراه عشان الحقه، كان عمال يلف حوالين الشاليه، وفي الاخر راح داخل من الفتحه بتاعه الشفاط بتاع المطبخ. طبعا الكلام ده كان الساعه 3 الصبح تقريبا او كده. دخلت البيت ومش عايز اعمل قلق، كنت داخل جاري على المطبخ، لقيت في كركبه تحت الحوض، ولما بصيت لقيت قط لونه اسود وعينيه منوره في الضلمه. البيت كان فيه نور خفيف بس كان واضح جدا شكل القط، وكان واقف تحت الحوض وعمال يعمل اصوات غير عاديه، وحسيت ان هو هيهجم عليا. لسه بحاول اجري لقيت جسمي اتشل ومش قادر اتحرك من مكاني. فجأة لقيت نفسي صحيت من النوم، بس لقيت الساعة ساعتها 12 بالليل. يعني كل اللي حصل ده كله كان حلم. المهم رحت قايم من السرير ورايح على المطبخ، ورحت شارب لي كوباية مية، ومعرفتش انام بقى في الليلة دي. ورحت طالع قاعد في الصالة، فضلت قاعد نص ساعة ساعة لحد ما بقيت بقى على نفسي من كتر النوم. رحت نايم على الكنبة اللي في الصالة. وانا نايم سمعت شبابيك الشاليه كلها بتخبط في بعضيها بطريقة غير عادية. من كتر الخوف مرضتش افتح عيني، وكنت متأكد ان ده مش حلم. حاولت بسرعة ان اقوم عشان اصحي حد من اخواتي، لقيت نفسي متكلبش في الكنبة ومعرفتش اعمل اي حاجة. فضلت على الوضع ده كده شوية والشبابيك بتخبط بصوت مزعج جدا. انا قلت اكيد اهلي هيصحوا، لكن محدش صحي. شوية كده والاصوات كلها اختفت، وسمعت صوت حد بيحاول يفتح الباب. الباب اللي هو اصلا بيتفتح بزقة ايد، بس الحد ده كان بيحاول يفتحه بمفتاح. كل ده وانا متكتف على الكنبة. في لحظات كده لقيت كل الأحاسيس دي راحت، لقيت نفسي قادر أقوم من على الكنبة عادي، ومفيش أي صوت خالص حصل. أنا من هنا قررت إن أنا أقول لأهلي، وفعلا رحت مصحي والدي وحكي له على كل حاجة. وطبعا لما سمع الحكاية مصدقنيش وقعد يقول أنت بتهلوس ومش أنت بتهلوس. رحت مصحي أخويا الكبير وراح حكي له كل حاجة. كانت الساعة ساعتها 4 الفجر. والدتي سمعتنا واحنا بنتكلم وخدنا القرار على طول إننا نمشي.